ساكن الهبطة لحمزة خابة، استلام مدورات تحضير لزريدة التسديدة. جول 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 ويجول، جول ويجول، جول ويجول من جانب محمد زريدة. يتكرر المشهد من زريدة الذي كاد أن يسجل مثل هكذا هدف في مباراة اتحاد طنجة. هذه المرة لم يضيع الفرصة، استلم على طريقة اللاعبين الكبار، حضر ثم سدد جانبا تباغت مرمى الحارس حمزة حمياني، وتمنح بذلك هدف لفائدة الرجاء. العمل كل عمل كان من جانب ساكر الهبطي. لاحظوا ساكر الهبطي ولاحظوا خاب ماذا فعل امام كتله بشريه للندى البركانيه. تمكن من تمرير على الكره بذكاء حمزه خابه، يستلم بذكاء ويسدد كما قلت على طريقه اللاعبين الكبار. هدف جميل، لاحظوا الصعوبه هنا، الكنترول هنا التسديد. هدف عالم، هدف عالمي. تسجل هدف بهذه الطريقه، يعني لاحظوا الكنترول بضرب الكره على مستوى الملعب، تصعد الكره البلدي بالاهداف، والهدف قد يحضر مره اخرى للرجاء. هذه كره اماميه خطيره خطيره. جول 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 وجول، الجول الثاني وجول الثاني من جانب الرجاء الرياضي. محمود بن تايكن انطلق كالسهم من الجهه اليسرى، اخترق المنظومه الدفاعيه للنادي البركانيه الغايبه ليسجل الثاني الاهداف للرجاء الرياضي ويحسم المعطيات بنسبه كبيره لفائده فريق الرجاء الرياضي بنقاط 3 من قلب الملعب البلدي مدينه بركان امام النادي البركاني. لاحظوا الانطلاقه والتحضير على الظاهر، تيكي تاكا رجاويه. زريده ما زادش من راسه كما يقال، زريده اللمسه الوحيده واللمسه الوحيده حينما تظهر للرجاء الرياضي تظهر التيكي تاكا التي ارتبطت بالفريق الاخضر، السرعه والتحول السريع من الوضعيه الدفاعيه الهجوميه عبر لاعب محمود بن تايك الذي يرفع الكره ويسجل الهدف الثاني في مرمى حمزه حمير. إذا انتصار من قلب ملعب مدينة بركان من جانب الرجاء. الرجاء في آخر انفاس المباراة كما قلت، مباريات وتحدثت عن هذا، قلت في مباريات بهذا القيمة هناك نقاط اللي تغير من المعتاد، هناك التفاصيل الصغيرة اللي تحدثت عنها.